هي تاني مرة بزورك بالفيلا. بتمنى المرة الجاية إني زورك بالمكتب وشوفك أبو أسعد يلي بعرفه. يعني أسعد الله يرحمه، بعرف شغلة مو سهلة عليك، بس شو بدنا نساوي؟ هي الدنيا بدها تمشي، إن زعلنا وإن فرحنا. إن شاء الله إن شاء الله. بالنسبة لشغلك معي، التبريد ماشي، لا تقلقي ولا تاكلي هم. شغلك ماشي وكأني موجود. الله يسامحك، أنا ما عم بحكي مشان الشغل أبداً، أنا عم بحكي مشانك. يعني مو هاين علي تحبس حالك هيك بالفيلا، بدي اياك تطلع تغير جو، ما بيجوز هيك. تسلمي يا ليليان، فيك الخير. أنا ماني حابس حالي، فيني أطلع بأي وقت، بس أنا سلمت بقضاء الله وقدره. بس حابب أطلع من هون بعد ما أحقق هدفي. أي هدف؟ بعد ما مات أسعد صفي عندي هدف واحد بالحياة، شو هو؟ إني جيب اللي قتلوه لهون، وجيب كل مين له علاقة بتجارة المخدرات لهون لعندي. أنا حاسب. معك حق. ماشي، إن شاء الله خير، إن شاء الله خير. بتعرفي امبارح بالمطعم لفتي لي نظري لشغله كتير مهمه من زمان عم فكر فيها. شو هي؟ هدول الناس مو بس تجار مخدرات ولا مروجين، هدول ناس اذكياء عارفانين شو بدهم وعم ينفذوا خطه مدروسه 100%. طبعا، ولولا هيك ما كانوا استمروا. بستغرب الاشخاص اللي دارسين اختصاص مهم مثل الكيمياء وبيقعدوا بيسخروا حالهم للشر. هيك نوع من الأشخاص بيكونوا معتقدين أنه عم يعملوا شي كتير مهم، وما ممكن يفكروا بالطريقة اللي أنت عم تفكر فيها، ويحسوا بالذنب. يعني بيكون مريض نفسي؟ فيك تقول هيك، أو ممكن شو؟ ممكن يكونوا مؤمنين بالشي اللي عم بيساووه، وبالنسبة لإلهم هذا هدف سامي. معقول ضرر الناس يكون هدف سامي؟ بالنسبة إلك ضرر الناس، بس بالنسبة إلهم تفكيرهم مختلف. لا هيك أنا ما داخلني، هذا تحليل دكتورة نفسية. هيك شي. عفوا بعد إذنك. ألو؟ سيادة العقيد كمال. إيه، مين معي؟ فاعل خير. عم بسمعك يا فاعل الخير. حابب خبرك شيء بإمكانك تاخد فيه وتستفيد منه، وبإمكانك تكبه. بعتقد اللي بيعمل خير ما مضطر يخبي حاله. مو دايما، والاسم شغلة صغيرة كتير بالنسبة للمعلومات المهمة يلي راح تسمعها. تفضل عم بسمعك. اليوم بالليل راح تصل شحنة مواد طبية لتصنيع المخدرات. راح تفوت بشكل غير شرعي وسري تماما. كيف وين؟ الطريق السريع بين الساعة 12 والواحدة بعد نص الليل. مواصفات السيارة طيب فيني أعرف أنت ليش عم تعطيني هي المعلومات؟ ضبط الشحنة أهم بكتير من معرفة سبب المساعدة، ولا أنا غلطان سيادة العقيد؟ وكيف بدي أتأكد من معلوماتك؟ مضطر تروح وتشوف بنفسك، ما في طريق تاني. لازم تقلي مين أنت وإلا رح أعرف لحالي. حاول. خير، شو القصة؟ لا أبدا ما في شيء، شغل، أنا لازم أمشي. موفق. عن إذنك. مع السلامة. طيب كيف بدنا نوصل لهالابن الحرام رامي؟ لازم نراقب المكان اللي بيتردد عليه، أنا هيك رأيي.
شوفي يبدو هالمرة مضطرين نتركك لحالك. ايه بدك تروحي على البار اللي بيقعد فيه رامي، تسحبيه لبرا، ومتى ما سحبتيه بتتركي الباقي علينا. وما حدا عرف عنهم شيء ابدا؟ ابدا معلم. ناس قالوا انهم من الشرطة، وناس قالوا انه في عداوة شخصية بينهم وبينه. وانت شو رأيك؟ على الاغلب انهم مو شرطة معلم، لانه يلي حكوا قالوا انه اشكالهم ما بتوحي، ما كان معهم سلاح. سيدي ما كتير مهم. هذا الولد عن مين بيشتغل؟ عند رامي معلم. وانت اعطيته لرامي شيء من بضاعتنا؟ ايه عطيته. وشفته بعد ما راح شغيله؟ لا. طيب ليك بتنبه على رامي انه لازم يدير باله على حالته منيح، مين ما كانوا يكونوا لازم يدير باله. بيوصل معلم سمير. في شي ناخده اليوم؟ لا اليوم لا. أنا ما عم بفهم، إمتى لحقت تعمل كل هذا أنت؟ من زمان عم بقول وعم خطط لكل شيء، بس يعني شو اعمل اذا انت مو مآمنة فيني؟ مو المشكلة آمن ولا ما آمن، المشكلة إنك تفهم إنه الآغا إذا شاف هاد رح يهده كله فوق راسك. اوكي انا ورجيتك هذا الشيء لحتى اخذ دعمك، مو لحتى تقللي بيلي عم بعمله. بدك ياني أدعمك كمان. برافو عليك، يلي عامله كتير مهم، بس أنا لأني بحبك لازم نبهك وحذرك. تعتبر كلامك ضوء اخضر؟ عرفان فهمني، أنا بحياتي لا كنت ولا رح أكون عائق بطريق طموحك، بس لازم تعرف إنه كل شيء بهالحياة له وقت وله ثمن. وانا جاهز ادفع الثمن، وثقي فيني. ما قلت لي كيف عم تأمن المواد الأولية للمصنع؟ في اكثر من مصدر. اليوم ناطر شحنة مواد رح تغذي هذا المصنع لمدة شهر تقريبا، وبعد هيك في شخص رح اتواصل معه ممكن يكون مصدر دائم لشغلي. مرحبا. أهلا وسهلا. اكيد حضرتك ليليان، عرفان كثير بيحكي لي عنك. يارا بقى المسؤولة عن كل شيء بعدي هون، ما صار لها زمان جاية، كانت ببلغاريا. تشرفت بمعرفتك. شكرا إلك. عرفان بعد إذنك فينا نحكي على انفراد شوي أنا وياك؟ طيب أنا رح أرجع على شغلي، فرصة سعيدة. أهلا وسهلا، أنا أسعد. أنت متأكد من كل شيء عم تعمله؟ واثق من هاي البنت لحتى تعرفها كل شيء عنك وبدون ما أدرى أنا؟ يارا ثقة بالنسبة لي، وأنت بتعرفي قديش أنا حريص على هذا الموضوع. بعدين معقول أعرفك على وحدة ما عندي ثقة فيها؟ رح أثق فيك، بس لازم من اليوم ورايح تخبرني بأي تصرف رح تعمله حتى لو كان صغير. موافق. علاقتك مع الآغا لازم تزبط، عم تفهم؟ نحن طول عمرنا بنلعب بالعتمة، لا تطلع الضوء هلأ بكير. شو إمكانية إنه تكون المعلومة خاطئة؟ عندي إحساس إنه في خلاف جوات العصابة